كده موبايلك بقى حتة حديدة، احنا مش عايزين نضيع خشوع الناس. قاعد في المسجد يعني مفيش تليفون. انا دخلت من باب المسجد التليفون في جيبي، ده حته حديده يعني هيبقى انجاز. طب انا مثلا بحتاج افتح المصحف على موبايلي، بعد كده لقيت حل لذيذ قوي حبيت اشاركه معاكم. هتمسك موبايلك وهتروح عامل داخل على السيتنج، تكتب في السيرش مودز اول واحدة دوس عليها، وبعد كده هتقدر هنا تكريت نيو مود، هتدوس اد مود، هتدوس كاستم، تكتب هنا هو تكتبه مثلا مسجد وهتروح دايس دان. انا اوريدي عامله فانا هكمل في اللي انا عامله. هنا هو في اوبشنين هو بس اللي هتعملهم. اول اوبشن تيرن اون اوتوماتيكلي، ديت يعني امتى يشغل المود دوت اوتوماتيك. دوس هنا اهوت وبعد كده دوس بليس وتدوس بيك ا بليس، او لما تبقى في المسجد دوس بليس وبعد كده دوس ماي كارنت لوكيشن. دوت هيعمل ايه؟ ده هيحدد اللوكيشن اللي انت فيه. على سبيل المثال ده لوكيشن على المسجد، وهتختار الريديوس هنا اقل حاجه وهتروح دايس دان. دوت هيعمل ان انت اول لما توصل للوكيشن المسجد لازم الجي بي اس بتاع موبايلك يبقى مفتوح اوتوماتيك، هيروح مشغل هو المود دوت. طيب المود ده بقى بيعمل ايه؟ ده الجزء التاني اللي هو ستي فوكسد دوت، هتدوس عليه. اول حاجه ان انت تخلي الموبايل ولا تستقبل نوتيفيكيشنز ولا تستقبل مكالمات، وتقدر تحط هنا في المكالمات شخص معين لو كلمك، لو في حاجه طارئه جدا مثلا هو ده الوحيد اللي يعرف يتصل بيك وانت جوه المسجد. والحاجه التانيه restrict app use، تدوس عليها دوسه وهتختار التطبيقات اللي انت عايزها تنفع تستخدمها جوه. فانا على سبيل المثال هنا هستخدم برنامج المصحف بتاعي وهدوس دون. كده انت مش محتاج تعمل اي حاجه لما تدخل المسجد، وهبقى مش متاح بس غير التطبيق دلوقتي. مثلا دوست تيرن اون اهوت، بص كل التطبيقات تقريبا مش شغاله الا التطبيق دوت. افرض بقى الشخص الوحيد اللي انت حددته دوت رن عليك وانت في المسجد، ما احنا مش عايزين نضيع خشوع الناس التانية اللي معانا في المسجد. هتدوس على تالت مربع دوت اللي هو other actions، وبعد كده هتيجي على sound mode and volume، تختار هنا vibrate لو انت عايز يعمل vibration، لو انت مش عايز يعمل صوت خالص ممكن تعمل ميوت موبايلك ما يسمعش حاجة في الصلاة. فكده موبايلك بقى حتة حديدة وانت داخل المسجد. اول لما تخرج مش محتاج اي حاجة غير ان انت تدوس هنا تيرن اوف، والتيرن اون كده كده بيبقى يحصل